الخوف. الخوف، لو انا عايزه اقولك ان الخوف ده هو المعضله بتاعه البشريه كلها. سبحان الله. وهو التخويف ده اصلا اتعمل علشان اصلا يسيطر عليك المنظومه اللي احنا فيها. يعني لو تبصوا عليها هتلاقوا ان الخوف هو السائد، لان دايما لما الحد عايز يسيطر على الحد بيخوفه. في الاخر هو الخوف ده انت وهم خلقته وصنعته، او اتصدر لك وانت صدقته واشتريت الفكره. طيب، يعني ممكن اكون انا خايفة التصدير ده في المنظومة دي كان عن طريق رجال دين، عن طريق حكومات، عن طريق وعي جمعي، ايا ما كان، فهو اتخزن جواك، او انت اشتريت الفكرة وصدقتها وبدأت يبقى عندك خوف منها. طيب، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مفروض ان احنا ما نكونش بنخاف خالص؟ لا. ربنا خلقنا سبحانه وتعالى عندنا غريزة البقاء والخوف على البقاء. فالخوف شعور انساني لسيرتن ليميت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي قدامي اسد، فانا بقى خلاص انا مش خايفة وانا اتحررت خالص من مشاعر الخوف. لا، ده طبعا ده مش خوف، ده يبقى فيه حاجات غلط. فهو ربنا خلقنا ان احنا نعرف ازاي نحافظ على حياتنا بغريزة البقاء، بشعور الخوف الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه. فان هو ان احنا نلغي شعور الخوف تماما ده مش صح. انا بتكلم على الخوف اللي هو بيسبب مشاعر سلبية، بيسبب معيقات للحياة، بيخليك طول الوقت خايف ومش عارف تنجز اي حاجة في حياتك، وبيأثر عليك مشاعريا وجسديا ونفسيا وفي الواقع بتاعك وماديا وكل حاجة.